السلام عليكم. هذه مدة ما درت لكم شي قصة. انا دابا رجعت لكم بواحد الحيويه والنشاط، وعندي بزاف ديال القصص اللي غادي نعاود لكم عليهم ان شاء الله. وصلوني بزاف ديال الرسائل واتصلوا بيا بزاف ديال الناس اللي باش نعاود زعما عليهم القصص ديالهم. وكنت مشغوله شي شويه، داكشي علاش ما انا رجعت دابا ان شاء الله. غنبقى كل نهار نحط لكم قصه ان شاء الله. المهم ما نطولش لكم بزاف. القصه ديال اليوم لكم باش ما نطولش عليكم في المقدمة. سميتي أحلام. أنا كنت عايشة في واحد الأسرة اللي هي عادية جدا. كانوا عندي جوج ديال خواتاتي، يعني حنا ثلاثة البنات، وكان عندنا أخونا واحد صغير. الأم ديالنا كانت ممرضة، والأب ديالنا كان واحد راجل اللي لاباس عليه، ما كانت عندنا به حتى شي علاقة، لحقاش كان متفارق هو الأم ديالي ملي كنا صغار، ولكن ما عمره ما كيسقسي فينا ما حتى شي حاجة. الوغ كبرنا في ديك البيت مع الام ديالنا، يعني على قد الحال. هي كانت ممرضه، يعني تتكافى يلاه كتكافى معنا بماكله وشراب وتتلبسنا، يعني كتشينا الحوايج، ماشي كنا كاع مقطعين ولا ما كنلبسوش ولا ما كناكلش مزيان. يعني كانت الحمد لله الام ديالنا موظفه وعندها الصالير ديالها، يعني كنا عايشين مزيان. كما كنا يعني كما كيقولوا حسن من شي وكرف من شي. المهم بدينا كنكبروا نكبروا نكبروا. واحد اختي اللي كبر منا، هي الاولى ديالنا، يعني كانت من بعد بداو بحال كنحسوا بها رجليها بداو كيخرجوا للشوارع. ولات كتعطل بعض المرات، لدرجه ان من بعد ولات باغفوا كتخرج الام ديالنا كتخدم يعني بالليل. راكم عارفين العمل ديال الممرضه، يعني كتخدم بالليل. فاش كتكون الام ديالنا كتخدم بالليل، هي الاخت ديالي ما كتجيش نهائيا للدار يعني حتى الصباح. حنا ما قديناش مع مرة ما قلناها للام ديالنا. من بعد ساقط الخبر من عند الجيران، قالوا لها اودي بنتك راه معاياش كتجي معاياش كتجي وهادي. المهم ناضت هضرات معاها، عطاتها قطله د العصا. ما خلات ما دارت معاها، بدات كتحضيها لدرجه انها طلبات كاع من الريسبونسابل ديالها انها ما تبقاش تخدم بالليل، باش يلاه تحضينا يعني في يعني بالليل تكون معنا في الدار، وديك اختي ما تجرأش انها تخرج. المهم حنايا بحكم اننا كنا عايشين في واحد المدينه اللي من بين دوك المدن اللي كانوا كيجيو لها دوك السواعده ودوك دوك الخنز. آه، المهم هي هاد اختي تبلات مع شي بنات كتعرفهم، ولات كتمشي تخرج معاهم وداكشي. تا هما شافوها زويونه وعاطيه العين، وكانت هذه طويله وغزاله ولاطه، يعني كانت اختي زوينه بزاف. بداو كيديوها معاهم مرة هنا مرة هنا، كيزعموها بالفلوس. تتشوفهم عندهم الفلوس كيلعبوا بالفلوس لعب، كيمشيو لي غاستورون كيشريو، يعني هي لا مارك ماشي بحالنا حنا كنا كنشريو هي نورمال. يعني ما كنقدروش ندخلوا لدوك لي ماغازان اللي كيبيعوا فيهم هي الماركه وهي الفري. شويه بشويه ولينا كنلاحظوا التغير ديال الملابس ديال الاخت ديالنا، ولات كتلبس شي حوايج اللي هما غاليين. مره كانت كتكذب علينا كتقول لنا هذه صاحبتي مسلفها ليا، هذه. وحنا كنشوفوا الماريو ديالها عمر تبارك الله بداك الشيء الواو، يعني هي داك الشيء لا كلاس. اش منك يا صبابط كي دايرين سيني، اش منك يا مجوهرات، اش من لي بارفان. المهم الماما ديال ماما كانت مسكينه غادي يخرج ليها العقل، حيت عرفات بلا داك الشيء ماشي هو هذاك، عرفات بلا بنتها كدير شي حاجه ماشي هي هذيك. المهم عيات تهضر. صافي السيده خرجت لها نيشان، يعني صافي ما بقاتش قادره عليها كاع تضبطها، يعني لحقاش خرجت ليها نيشان. ما قالت لها ماشي شغلك فيا حياتي هذه، كندير اللي بغيت. المهم قالت لها دبر راسك ماجيش غدا ولا بعد، بدات تبكي. المهم الام ديالنا بكات، تفقصات تقهرات، قالت لك زعما ضربت عليكم تماره، كبرتكم بوحدي وحاولت انهم زعما كي الناس ما تنقصكم من حتى شي حاجه، ومع ذلك خرجت لي البنت فاسده. علاش؟ على ود شراوط ديال الماركه، وعلى ود شي حاجه اللي هي زايده، يعني مالكم شنو خصكم يعني في داركم؟ ما انتم ساكن في القصدير، ما انتم ساكن في بيت واحد مزاحمين، يعني كنا ساكن حنا في ابارتمون زويونه وقدانا، وكان عندنا حنا البنات بيتنا بوحدو كبير. كان خويا عنده بيتو، كان ماما يعني كنا الحمد لله ما عندناش وما خصناش، يعني الحمد لله وشكرنا.
من بعد شوية بشوية حنا كنا صغارات، هذيك أختنا كانت مسمومة كتبغي راسها، ما عمرها ما عطاتنا شي ريال ولا دورات معانا ولا شرات لنا شي حاجة، يعني كتشير راسها. وانتم عارفين البنات الصغار كتكوني كتشهاي كتشوفي هذه خرجات موضة، هذه خرجات وما يمكنش مامانا تشري لنا داكشي كل اللي حنا باغيين. بدات حنا الله يسر شوية ديال الشيطان كيدخل بيناتنا. ولينا كندابزو مع ماما بزاف، ولينا حتى حنا باغيين الحرية. سورتو أختي اللي كبر مني حتى هي بدات تخرج، وهادي أنا بقيت أنا صغار منهم. هاد خواتاتي بجوج كانوا زوينات، ولكن بجوج بيهم كانوا كيما قلت ماشي يقولوا احنا خرجنا ما نخليوش اختي تخرج ولا شي حاجه. المهم بالعكس كيجيبوا لي تيديروا لي الغيره بداكشي اللي كيشري وهادي وهادي، وانا عقل الصغر ما كانش عندي. كانت مسكينه ماما كتشي لي اللي بغيت وداكشي، ولكن ماشي في استطاعتها تشي لي كلشي داكشي اللي كنشوفهم هما كيلبسوه وكيشريوه، واش من مطاعم كيمشيو لهم وداكشي. كانوا شويه مره كيدبروا عليا ولكن ماشي بزاف. ما عليناش، بقات الأمور هكاك هكاك هكاك، حتى شوية كبرت شوية وليت كنخرج معاهم. يعني أنا كنت من داك النوع اللي ما تنمشي حيت في داك العالم الوسخ اللي دابا كنعاود لكم عليه. هذاك العالم ما فيهش هي دوك اللي كيمشيو مثلا مع الرجال، كاين فيه حتى البنات اللي كيمشيو كيكونوا هي جالسين حتى هما معمرين المجمع وصافي وكياخذوا شي حاجه د الفلوس. اولا كاينه اللي كتمشي هي تشطح وكتاخذ فلوس، ولكن حرام كلشي حرام في حرام. والليله موسخه ويلوح لك الفلوس هكا في الارض وكيبداو يديروا اللعاب، يعني كيف بحال الكلاب. يعني كيتمردوا على البنات بالبيان عاد باش ياخذوا دوك الفلوس اللي خاصهم ياخذوها. انايا كنت من داك النوع اللي ما كنرضاش، ولا ما عطانيش الواحد اللي الفلوس من يدي ليدو ما كنشدهمش. بهاد الطريقة بهاد العجرفة ديالي وهادي وهاد قصوحية الراس ديالي خلات أن واحد من دوك اللي كانوا كيكونوا تماكينات ينتبه ليا بزاف ويشوف السلوك ديالي مع مقارنة مع البنات الآخرين. حيت أنا واخا هكا كنت واحد الإنسانة اللي حشومية، الضحكوا تقولوا حشومية ولكن حشومية وتمشي ليك بلايص، ولكن ما كنتش زعما كنتسابق مع دوك البنات الآخرين وداك الشي. يعني كنت كنشد واحد القنت وكنجلس فيه. جبت ما جبتش صافي، المهم ما كنبقاش نطير بحال دوك البنات الآخرين. اللباس ديالي كان ماشي جريء حتى لديك الدرجة اللي كيلبسوا شي وحدين تيلبسوا الفضايح. المهم هذاك واحد النهار جا هضر معايا قال لي انتيا شكون سميتك وهذه المهم هضرت معاه. انا كانوا كيقولوا عليا باربي، كانوا مسميني باربي مع كنت رقيقة وصغيرة. وكنت كنلبس واحد الطالونات هكا بوانتو وطوالين، كنت كنجي فريمون باربي ديال بصح، وكنت بيضا وزعيرة. المهم تعرف عليا نهار على نهار نهار على نهار، قال لي كنشوفك انت ماشي بحال الاخرين وفحال ماشي بحال ما هادشي ما عاجبكش وانت بحال جايه بز منك وهادي وهادي. حيت الداخل ديالي ما كنتش هي هذيك، يعني كنحس براسي كندير شي حاجه ماشي مزيانه وكنقول لها ماما دابا تفقس وهادي وهادي. المهم نهار على نهار نهار على نهار واحد النهار قال لي بغيت نتزوج بك. عرفت وما قداتنيش الفرحه، مشيت كنجري قلتها لماما. داكشي داج بالزربه. المهم تزوجنا، تاني معاه الامارات. عشت معاه تما كنت نقول لكم واحد المده ديال 6 شهور 7 شهور ما والو ما ولفتش. جيت في حالي المغرب، جينا انا وياه بيان سور لحقاش شرا واحد الفيلا في هذيك المدينه فين كتسكن فيها الماما. شراها باش عايشين فيها انا وياه. من بعد ملي كان غادي قلت له تقول واش نمشي معاك خليني هنا في المغرب انت بقى تمشي وتجي. في الاول ما بغاش، ما عجبوش الحال، قال لك انا كيفاش مزوج بك وانت غتبقاي هنايا وكي درتي ليها وهادي وهادي. المهم عيا ما يطلب فيا، مشيت معاه عاوتاني جلست تقريبا نقول لك واحد 8 شهور جايه، نقولوا عام لحقاش وكنا كنسافروا مره هادي. المهم عام تما. في الآخر لقيت راسي بحال نطيح في اكتئاب، وهو براسو شافني بلا ما بقيتش كيف ما كنت في الهضرة، في التعامل ديالي مع الناس، مع هو يعني تبدلت بزاف، وليت كئيبة وليت قنطانة. هو يقول لي شوفي انا شفتك بلا ما بقيتيش كيما كنتي. وانا بغيت الانسانه اللي تزوجت بها في الاول، عجباتني ديك الروح ديالك المرحه وهذه. الو غادي نمشيو للمغرب وغادي نجلس معاك واحد المده، بغيتي ترجعي معايا ما بغيتيش المهم غنخليك تما. بالحق عندي شرط انك ما غاديش تجلسي في الفيلا،
غادي تمشي تجلسي مع ماماك ما تجلسيش في الفيلا بوحديتك، غتجلسي مع ماماك، وفاش نجي أنا للمغرب غادي نمشيو أنا وياك للفيلا. أما باش تجلسي في الفيلا بوحديتك لا، ما تجلسيش فيها، تبقاي تمشي عند ماماك فاش نجي أنايا لهنا الإمارات. قلت له صافي وليكن. المهم جلسنا معايا واحد تما كنا تقريبا واحد 3 شهور، لحقاش هو لاباس عليه وعنده المشاريع وداك الشي، وعنده الناس اللي قايمين ليه بالعمل ديالو، ولا كانت شي حاجة كيعيطوا له في التليفون مهمة ولا شي حاجة هكا، بارفوا كيصيفطوا له دي فاكس لا يسني شي حاجة ولا هادي، يعني ممكن أنه ما يكونش ماكينات. من موراها رجع في حالاته. المهم واحد الحاجة بغيت نقولها لكم في الأول باش أنا زعمت ودخلت لهاد الميدان، خواتاتي زعموا أكثر مني، لحقاش كاين شي وحدين من دوك ما نقولش عليهم أشخاص، حيوانات اللي كيجيو كيشريو البكرة ديال البنات بالفلوس. يعني أختي الأولى باش زيغوها أنها واحد من هادوك الناس اللي تما معروف أنه تتجي البنت مثلا مازال عذراء كيعطيها 5000، 5 د المليون، وكيفض البكرة ديالها. يعني هي كتشوف ديك 5 د المليون، راكم عارفين شنو هي 5 د المليون بالمغربية. في المغرب شنو هي يعني، وهادشي اللي كنعاود لكم هاد القصة راه شحال هادي وقعت. يعني داكشي اللي خلى خواتاتي بجوجهم يزيغوا ويمشيو. أنا المهم نكمّل لكم. كنت غادي نسالكم هاد القضية هادي لحقاش بزاف اللي ما عارفينهاش وكاينة، وأنا صدمتني أنا النهار الأول اللي سمعتها وقالتها لي أختي، بقيت نقول كيفاش 5 د المليون كلها هي على ودادي. يعني شوف الناس كي تتلعب بالفلوس وكتستغل الضعف ديال ناس أخرى وقلة العقل. نقولها قلة العقل ماشي الضعف، حيت كاينين بزاف ديال البنات اللي على الحضيض عايشين، يعني كتر حنا راه الحمد لله كنا عايشين مزيان، وحدين كانوا على الحضيض يعني ما كيلقاو حتى ما يلبسوا حتى ما ياكلوا حتى ما يشربوا، واخا هكاك بعقلهم وما داروش داكشي اللي درنا حنا. ما عليناش. المهم بقيت في المغرب، نرجع لكم باش ما نكمل لكم الحكايه. مشيت بقيت في المغرب، هو مشى. المهم كيهضر معايا دايما 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 دايما. واحد النهار قلت له قنط، بغيت ندير شي حاجه، بغيت ندير شي مشروع، بغيت ندير شي حاجه، شنو ندير؟ المهم قال لي شوفي، فكري في داكشي اللي بغيتي انا غادي نديرو معاك، انا غادي نمولك. المهم لقيت راسي عندي ميول داكشي ديال التجميل. مشيت تسجلت في واحد المدرسة اللي فيها يعني قريت لا كوافير استيتيك. يعني في نفس النهار كنقرا صباح وعشية. بدات يصيفط ليا في الفلوس، كنخلص المدرسة كنلبس كناكل كنشرب كنتسارى انا وماما، يعني عايشة مفيكة وفرحانة وما خاصني حتى شي خير. وفاش كيجي بيان سور كنمشي معاه للفيلا ديالنا. المهم واحد الوقيته واحد البنت تعرفت عليها تما حتى هي جات تقرا حتى هي كوافير استيتيك. كانوا بزاف ديال البنات، تعرفت مع جوجات كتر. وحده منهم كانت الأم ديالها متوفية والأب ديالها متوفي، وجاية عايشة عند العائلة ديالها في هاد المدينة، هي وخواتاتها عايشين عند شي واحد السيدة من عائلتهم، يعني هي اللي شاداهم. ما عندهاش الولاد، ماشي ما عندهاش الولاد، ولادها كلهم في الخارج مجوجين، وهي بوحدها بقات مرا كبيرة ولاباس عليها، الوغ شداتهم هما من العائلة ديالها. وهاد البنت ديالهم الصغيرة هي اللي تتخلص عليها كلشي. تصاحبت معاها وليت كنخرج معاها. في الأول كانت كتخرج معنا واحد بنت وحدة أخرى ظريفة، بنت دارهم وداك الشي. من بعد هاديك البنت مشات معنا مرة لواحد لو ريستورون تغدينا فيه في الوقيتة ديال لحقاش كنا ب3 بينا كنقراو صباح وعشية، يعني في ديك الوقيتة ديال بين 12 و2 مشينا. من بعد هاديك البنت الأخرى ما بقاتش بغات تمشي معانا. من بعد عاد وأنا نعرف علاش، لحقاش بنفسها يعني ما بغاتش أنني نبقى نصرف عليها أنا ولا نخلّص عليها، لحقاش أنا الريستورون اللي ديتهم ليه يعني غالي بزاف. هي شافت بلي داك الشي هي ما تقدرش تخلّصو، هي ما مجوجاش، يعني والديها اللي كيعطيو لها وهادي، وخوتها يعني ما تقدرش تخلّص عليه داك الشي. اضطرات قالت صافي ما تبقاش تخرج معانا، ولكن بقات كضحك معانا وتهضر معانا ويعني مصاحبة معانا في المدرسة. هي حنا فاش كنخرجوا أنا والأخرى ما كتمشيش معانا. هذيك الأخرى يا خوتي راني درتها أكتر من أختي. تصوروا اللي شريته كنشريه ليها. كنمشيو للمتاجر هكذا تريكو، نشري تريكو نشيلها فحال، حتى ولينا كنلبسو فحال التوام. نديها لي ريستورون ما عمرها
ما عمر ديك البنت ما قالت راني كنبروفيتي في هادي ولا هادي، وأنا ما عمري ما حسيت بلا كتبروفيتي فيا. المهم كنت مهلية فيها كلشي كنشريه ليها ونديها غير للبلايص الواعرة، حيت هي ما كانش بنت ديك المدينة. المهم ساليت هذيك المدينة مزيان وكلشي ولا كيعرفها من عائلتي. المهم وكنهضر مع على راجلي عليها. المهم كانت بقات فيا، كانت أنا كنت حنينة، كانت بقات فيا وكتعز عليا وكنشوفها مسكينة لا والدين لا والو، وكتبقى فيا مزيان بزاف وهي ممثلة بارعة. المهم من بعد واحد شويه وليت كنلاحظ العلاقه ديال راجلي كتوتر، ولا كيدابز معايا، تيقول لي فين كنتي البارح، فين مشيتي، فين جيتي. وهو داكشي ما كانش كيقولوا لي كاع، حيت عارفني اش كان سوا، عارفني بلي داك الميدان انا كنت دخلت له صغيره وما كانش عندي العقل، ومشيت تبعتي خواتاتي، يعني ماشي انا باغا داكشي يعني. وتنقول له انا راه ما درت والو، انا البارح كنت مع ماما، وديما ماما تهضر معاه تقول له راه كانت معايا، راه بايته في الدار هادي. المهم شي حوايج كانوا كيطراو اللي هما غرابين بزاف، حتى ولات واخا هكا كنت كنخرج مع ديك البنت ونشري لها وهادي، ما عمرني ما ظنيت بلا الغدر جاي منها. المهم وليت كل ساعة نمشي نبكي في المدرسة مقهورة بالمشاكل، صداع يعيط ليا دابا وساعة. المهم ولا دار ليا واحد ستريس بزاف، لدرجة أنه ولا كيجي كيشد الطيارة بالأخباري حتى كيوصل حتى كيدق علينا في الباب كيلقاني في الدار. والمهم هو براسو بغا يحماق، قال لي أنا راني بغيت نحماق، راه أنا شنو. هو يقول لي اش كاين واش كاين، أنا راني كيوصلوني الميساجات وها هما الميساجات ها شنو. المهم فين ما يوصلوا شي ميساج يقولوا لي. داك النهار قلت له عطيني هاد النمرة اللي كتصيفط لك هاد الميساجات. المهم فيريفيت في الريبيرتوار ديالي حتى نمرة، حتى واحد ما كنعرف ديك النمرة، ما كنعرف حتى شي واحد بديك النمرة، يعني ما عرفتش ديك النمرة ديال من. المهم نهار على نهار، وهاديك البنت كتخرج معايا وكلشي وشايفة المعاناة ديالي وشايفاني كنبكي وكنشهق، لدرجة أنه قال لي غادي نطلّقك، وأنا ما دايرة لا بيديا لا برجليا. يعني واحد النهار قال لي: "ما نبقى نصيفط لك الهدية لجوج صافي سالينا ما". عرفتي راه دازت عليا سيمانة هيد البكا، ما كبقيت نمشي لا المدرسة لا والو، يعني مرضت فيها مزيان. من بعد عاد تصالحنا وقال لي صافي أنا دابا هاد الميساجات اللي كيوصلوني دابا وساعة غادي يحمقوني، وأنتِ ما بغيتيش تسكني معايا في الإمارات وبغيتي تسكني في بلادك، يعني شي حاجة تما بصح هادو اللي كيصيفطوا لي داكشي، ما بغيتيش دارك بغيتي الفساد. المهم نوضناها أنا وياه صباط. المهم دايمًا كيما قلت لكم مرّت فيها سيمانة ما مشيتش للمدرسة، من موراها عاوتاني كذلك مرّة أخرى وقع لي لا ميم شوز. وديك البنت كتشوف المعاناة ديالي وديما تهضر معايا في التليفون وعارفة شنو واقع، عارفة شنو واقع، وما دارت حتى شي حاجة وما قادراش تحبس داكشي اللي كيوقع ليا أنا. من بعد سبحان الله العظيم ربي هو اللي فضح كلشي. يعني سير يكون مزيان ودير النية وكون مزيان مع اللي خلقك، وربي كيبين لك الواحد. يعني فضحوهم. واحد النهار هذيك صاحبتي ديشارجا لها التليفون، وكان ضروري باغا تقول لي شي حاجة تتعلق بالمدرسة. شنو دارت؟ مشات هزات التليفون من ديال خواتاتها، واحدة فيهم عندها واحد التليفونات، هزات واحد. وشنو غادي دير؟ تصيفط ليا ميساج بيه وتقول لي انا فلانة، راه ها شنو شي حاجة كتعلق بالمدرسة. عرفتوا من صيفطات لي ديك النمرة؟ لحقاش انا ديك النمرة سجلتها ودرت عليها علامات الاستفهام ديال شكون هادو، وطلعت لي ديك النمرة. كنشوف بلا كاتبه ليا سميتها لا سيناتور انا فلانه، راه ها شنو بغيت نقول لك. هي عارفه واشنو واقع، ولكن تمحمرات كما قالوا هما ليها، وبغى ربي بغاها تفضح وتعرف شكون هي. لحقاش انا في المدرسه كلشي عارف المشكل اللي واقع ليا، لا من المديره لا من الاساتذه لا من كلشي. يعني اي واحد تما كيقرا عارف المشكل اللي واقع ليا انايا تماك مع الراجل بسبب ميساجات اللي كيجيوني. المهم عرفتها شكون، مشيت لغدا المدرسة، مشيت عند المديرة هي الأولى قلتها لها قلت لها شنو عند بنات المديرة، عند الأساتذة كانوا عندنا سماكينات. المهم قلت لهم شنو واقع دابا شنو غادي ندير؟ قالوا لي صافي خليها حتى تجي. منين جات دخلناها البيرو، قلنا لها اش كاين واش كاين. انا راه هي ما صحاب لهاش بلا راجلي راه صيفط لي النمرة،
اللي كتصيفطو الميساجات، عند بالو ما عطاهاليش، حيت في الاول كنت تخاصمت معاه مبقاش يعطيني النمره، كيقول لي ما نعطيهالكش باش ما تعرفيش هاد الانسانه اللي كتصيفط ليا كتفرشك وهي ما عندها ما تفرشني، لحقاش انا ما كنت كندير حتى شي حاجه ماشي هي هذيك. المهم مشاو هضروا معاها، قالوا لها هاد النمره ديال من بغات تنكر هما يوريو لها الميساج، قالوا لها هادشي هذا. هي هذيك المشكله، أنها ولا السيدة نقولوا بكات ولا قالت سمحي لي ولا يعني تفرشات وتصدمات وبينات الوجه الآخر، الوجه الحقيقي ديالها. ناس كتغوات وقالت لك أنا ماشي أنا وأنا ماشي شغلي، وإلا كانت أختي أنا ماشي شغلي فيها، ماشي هي أنا حيت أنا الغلط البنات اللي درتو الأولى، أنا اللي درت الغلط. علاش ما عمرني ما كان خاصني نبقى نثق في البنات بزاف. هادي ملي كنت كنخرج معاها كنت كنبغي ندخل حاشاكم الطواليت ولا شي حاجه، كنخلي التليفون ديالي حداها. استغلت الفرصه وخدات التليفون ديال راجلي، نمرة التليفون ديال راجلي، باش تقوم بهذا العمل الخبيث ديالها هي وخواتاتها. وفي الاخر قالت لك ماشي انا حقا، راه اختي. ومين هي اختك؟ علاش ما قدرتيش تحبسيها؟ شكون اللي جاب لاختك النمرة التليفون ديال راجلي ماشي نتي؟ هاد القصة هادي كنعاودها لكم باش تعرفوا الغدر ديال الصحابات والحسد والغيرة والسم. يعني واخا كنت كندير معاها مزيان ومن فلوس راجلي كنشري لها تمن الماتريال ديال المدرسة، بعد المرات هي كتحشم تبقى كل ساعة تقول خاصني، كنشري لها انا ونشري لها لا مارك، يعني كنشري هي داك الشيء هي لا كاليتي لا بون كاليتي. لدرجة انني مثلا اللي بغيت نشريه ب 100 اورو ياك نبيعو لها غادي نخلص عاوتاني 100 اورو. علاش كنت بعض المرات كنكوموندي حتى باغ انترنيت وكنخلص يعني بالأورو، وغادي وكنشري لها الحاجة، حتى الحوايج باغ انترنيت عارفة النمرة ديالها وكلشي، حتى كتجيها الكلية للدار. وفي الاخر الجزاء ديالي هي انها بغات تفرتك ليا الشمل مع الراجل. المهم الحمد لله انني عرفتها شكون هي. الأستاذة براسها الأساتذة براسها عرفتهم من المديرة وكل شيء. وتقولوا السيدة زعما حشمت من راسها وزعما تجلس هي نهار ما تجيش ليكول ولا شي حاجة، بقات كتجي هي منفخة عليا ومنفخة على التلاميذ كاملين ومنفخة على الإدارة كاملة، لحقاش أخوتي هاد المدرسة كانت بالفلوس، يعني مخلصة فلوسها باش تقرا، ما قدروش أنهم يخرجوها. وعاوتاني حيت كيتسمى واحد المشكل اللي هو شخصي، ماشي مشكل يوقع مثلا في وسط المدرسة على شي حاجة أخرى. قالوا لنا ما تبقاوش تهضروا مع بعضياتكم. حاولت أنا نبدل الجروب، يعني فاش نكون كندير هي تكون كدير لا كوافير انا ندير ليستيتيك باش ما نبقاوش نتلاقاو. انا من داك النوع اللي ماشي واش قالوا ليها كندابز ولا كنضرب ما ضربتها ما قصتها ما حتى شي حاجه. ولكن زدت مرضت، 15 يوم ما مشيتش ليكول. هي البكا راجلي شد الطياره ورجع جا كيجري. قال لي هادي دير لك العقل باش ما عمرك تثقي في شي وحده. قال لي ولي كتبغيها لدرجه انك نشري لك باغور، ديك المره باغور كان غادي يشري ليا. قلت له عافاك شري معاك واحد سنيسلا ولا غورميطه د اليد هكا نعطيها لفلانه، يعني تا الراجل وليت حاسبها فحال شي شريكه معايا. ما عليناش، هادشي كلشي كان بطيبوبة القلب ديالي. حيت كنبغي نعاون وبقات فيا بزاف كنشوفها يتيمة، ولكن ما تستاهلش. اخوتي لحد الان ما عمرها ما قالت لي سمحي لي ولا في التليفون تعيط ليا. حنا سالينا القرايه، شدينا الدبلومات ديالنا، يعني تفارقنا. حتى خواتاتها ما عمرهم ما قالوا لي سمحي لنا على داكشي اللي درنا ليك. يعني حتى شي حاجه باش توصلوا باش تعرفوا السم فين كيوصل ببنادم، والشر والبغض والكراهيه واش اش غادي نقول لكم جميع انواع الغدر. انا شفت الغدر تاع عييت، ما عمري ما شفتو فحال هكذا. واحد الانسانه اللي حداك وكدير ما كون هي نقول مثلا كنتكبر عليها ولا ما كنتعاملش معاها مزيان. انا قلت لكم كنشري الدوبل ديال الحاجه باش هي تكون فرحانه ونبرعها حتى هي وتنقول يتيمه، ولكن ما تستاهلش. المهم خوتي خواتاتي، كانت دابا انا بغيت نقول لكم بعد اولا انا عايشه مزيان مع راجلي دابا الحمد لله. راجلي دار واحد المشاريع هنايا بزاف، دابا ولا كيعمر هنايا في المغرب اكثر ما كيمشي ليه.
عنده تما الشركة، يعني كاين اللي مقابلها ليه هنا تيقابل المشاريع ديالو. دار ليا واحد صالون كبير ديال كوافير واستيتيك، أنا مقابلاه لاكاس، يعني ما كنخدمش بيديا ولكن مزيان أنني تعلمت الحرفة باش كنعرف نسير المشروع ديالي بطبيعة الحال. خدمت معايا البنات، دابا أنا الاسم ديالي معروف بزاف في هذيك المدينة اللي رانا ساكنة فيها. برعت ماما، خواتاتي تابع ليهم الله، الحمد لله عفا عليهم الله من داكشي اللي كيديروا. ما بقاو تيديروا حتى شي حاجة خايبة الحمد لله. وحدة راها تزوجات، وحدة راها مخطوبة، الله يسهل عليهم ويكمل عليهم بالخير. وهذيك البنت هذيك ما بقى عندي اتصال بها، ما بقيت نعرف عليها حتى شي حاجة وما باغاش نعرف عليها حتى شي حاجة. المهم كنبغي نقول لكم كنتمنى ان هاد القصة هذه تكون عبرة لكل بنت باش ما تثيقش وما تحنيش بزاف فوق القياس. ودايما جمعي التليفون ديالك، الا عندك شي صاحبتك ولا شي حاجه، يعني سورتو الصحابات اللي كتشوفيهم عاد تعرفتي عليها، يعني ماشي بزاف باش انت ما تتعرفيها، حدي راسك منها بزاف. والتليفون ديال راجلك خلي شي حاجه شخصيه، تبقى شخصيه بينك وبينه، وما تعطيه حتى شي واحد، وما توري التليفون، ما تحط التليفون حتى شي حدا، حتى شي واحد، يعني باش يقدر انه ياخذ لك المعلومات ديالك منه، ولا ياخذ شي تليفون، سواء ديال الام ديالك ولا ديال راجلك ولا ديال اختك، يعني تبقى صحبه صحبه. المهم كنتمنى ان هاد القصة هادي تكون عبرة، وشي وحدين هكا يسمعوها واللي يكونوا مثلا كيديروا فحال هاد الأخطاء هادي أنهم يتعلموا من هاد الخطأ ديال هاد البنت هادي. وشكرا لكم على المتابعة، وكنتمنى أنكم تبارطاجيو هاد ليستواغ هادي باش تعم الفائدة، وكل شيء يعرف بالله. راه ماشي دايما الصحابات كيكونوا مزيانين، وانا ما عمري ما كيعجبني نعمم هاد الشيء، ما كنعممش، ما كنقولش كاع الصحابات غدارات، ولكن كاينين بزاف. حضروا راسكم. وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف. بالنسبه لي اول مره غادي يدخل عندي القناه، كنتمنى انه يدير لايك واشتراك، وما تنسونيش باللايك. عافاكم وشكرا لكم. بسلامه.